السلام عليكم. يا رب جميعا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب العالمين. يلا نغير بقى النهاردة ان شاء الله. هنعمل ارانب، هنعملها بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة بكل الخطوات بتاعتها. وتابع الفيديو للاخر ان شاء الله عشان تعرفي كل حاجة تخليه معاكي حلو وطري وجميل. الناس اللي مش بتاكل الارانب علشان اللحمه بتاعتها ناشفه، لا هقولك ازاي. احنا بنقفل المسام بتاعتها وبنخليه لونه وردي وجميل وبنخلي اللحمه بتاعته طريه وزي الفل. اصلا الارانب دي علاج. احنا لما بنروح لدكتور كده بنكون تعبانين وبيقول لنا اشربوا شوربه ارنب، هنعرف كل الفوائد بتاعته وهنعرف كل الخطوات عملناها ازاي بكل سهوله وبكل بساطه. وتابع الفيديو للاخر ان شاء الله. بس يا ريت تدعميني كده بلايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله في القناه. والقناه عليها حاجات كتير حلوه وحادق بقى. يا ريت تنزلي تاخدي لفه كده في القناه وتعملوا التطبيقات بتاعتكم وتبعتها لي على صفحه الفيسبوك. هتلاقوا لينك صفحه الفيسبوك في صندوق الوصف، هسيبها لكم وهسيب لكم المقادير بتاعه الوصفه النهارده ان شاء الله. هي مش محتاجه مقادير ولا حاجه، هي الارانب بنعملها في كل بيت مصري ان شاء الله، بس هنشوف هنعملها ازاي. الاول بتجيبيه متقطع. الاول نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه واشرف السلام وعلى اله وصحبه اجمعين. بنجيب الارنب طبعا متقطع، او لو مش متقطع بتقطعيه بكل سهوله. الاول بنشطفه كويس جدا وبنجيب معلقه كبيره كده من الجنزبيل بنحطه على دقيق وبندعك بيه الارنب كويس جدا جدا، وبنغسله كويس جدا بالملح والدقيق والخل. وبعدين بننقع الارانب في الخل والملح والليمون وبننقعه فيها. وبعدين مش بشطفه في المرحله دي من النقع بتاع الخل والملح والليمون، يا دوب بصفيه بس. حتى هتلاقوا اهو الليمون في البوله بتاعه الارانب. وبجيب طاسه ما فيهاش اي ماده دهنيه ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. احنا بالطريقه دي بنقفل المسام بتاعه الارنب. شايفين لونه وردي وجميل ازاي؟ النقع بتاع الغسيل بتاع الخل والجنزبيل طبعا بالذات بيشيل اي زفره في الفراخ، في الارانب قصدي، او الفراخ عامه، او اي حاجه فيها حاجه كده يعني مش مظبوطه، بيشيل منها اي زفره الجنزبيل. وشايفين لونه وردي وجميل وفاتح وطري ازاي؟ بالطريقه دي احنا بنقفل المسام بتاعته وبيخليه طري جدا جدا لما بنحطه في الشوربه. لو بتحطيه في الشوربه على طول مهما سويتي فيه، لا اللحمه بتاعته بتجرمز ومش بيبقى جميل. احنا مش بنحمره يعني، احنا بس بنحطه عشان نقفل بيه المسام. تمام. وحطينا له كده رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهنشوف هنعمل فيه ايه كمان. بس اهم حاجه واساسي اساسي انك تنقعيه في عصير الليمون والملح والخل، وده لازم. وهتلاقيه لونه فتح كده وبقى وردي وجميل زي ما قلت لك، شكله اصلا يفتح النفس. حطينا كده معلقتين 3 من الزبده كبار. هبدا اشوح فيهم الارنب. احنا مش بنحمره يعني، احنا مش لازم خالص ان هو ياخد لون. احنا بس بالحركه دي بنقفل المسام بتاعته، عشان زي ما قلنا الناس اللي مش بتاكل الارانب علشان اللحمه بتاعتها بتكون ناشفه. احنا بنقفل المسام بتاعته كويس جدا جدا. مجرد ما بتحطيه في الشوربه بتلاقي اصلا طراوه، مش بياخد معاكي 20 دقيقه وبيستوي، بيبقى جميل جدا. حطينا كمان بصلتين كبار، وحطيت ملح تاني علشان خاطر البصل. وهحط دلوقتي معلقه توم كبيره، وهحط كزبره ناشفه، وهقلب. احنا كده كده طبعا اكيد هنعمل اساسي مع الارانب يبقى ملوخيه. هنعمل ارانب ملوخيه خضراء، فكده كده اوريدي محتاجين التوم في الشوربه يعني، عشان ما نحطش توم تاني للملوخيه، فهو حطينا توم كتير. والارانب كل ما تديها توم كل ما طعمها وريحتها اصلا ريحته كانت قلب البيت بجد. احنا مش بنسوي يعني، احنا مش بنسوي الارنب. شايفين معلقه كبيره من كزبره ناشفه؟ مش بنسوي الارنب ومش مش بنحمر البصل، لا احنا كل حاجه بندبلها. والارانب اكيد صحيه جدا وكمان لحمه خالص يعني، ما فيهاش اي حاجه تخافي منها، لا فيها دهون ولا فيها جلد زي الفراخ تخافي منه. لا بجد يعني هي بجد لذيذه وصحيه وجميله، وما فيش احلى من كده. خلاص كده جبنا ميه مغليه وسقطنا الارانب فيها، وهنحط كمان فيها البصل والثوم وكل حاجه احنا شوحناها فيها ومع الزبده. بجد بجد يعني شمين شمين ريحتها جميله. انا نفسي والله انكم انتوا تشموا الريحه يعني. شوفي الزبده متحمر فيها البصل والثوم والارانب كده متشوحه واخده تشويحه. انت لو اكلتيها كده اصلا نص سوا هتبقى جميله، فما بالك بقى لما سويناها في الشوربه وهنحمرها بطريقه جميله جدا زي العسل. انا بس كنت حاطه الحله على النار عاليه الاول عشان تغلي. بس هنقل الارانب دلوقتي هخليها على نار هاديه عشان تستوي كده براحتها. والله هي 20 دقيقه وكانت بقت زي الفل. وهنا طبعا كنا عملنا الطشه بتاعت الملوخيه. بس انا عملت اكيد كلنا بنعرف نعمل ملوخيه يعني، فانا عملت الملوخيه على جنب. انا بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو.
بس اهم حاجه عايزه اقولك عليها، انا مصوره الخطوه دي علشان لما تيجي تحمري الفراخ او اللحوم او اي حاجه تعملي الطشه الاول. ريحه التوم مهما كانت الفراخ مستويه في التوم ولا الارانب ولا اللحوم، لا برضو ريحه الطشه بتفرق وبتبقى جميله جدا جدا جدا. لما بتحمري بعد ما تعملي الطشه بتاعه التوم، بتحمري في نفس ذات الطاسه كده، بتحمري فيها اللحوم بتاعتك. وتقدري كمان تدخليها الفرن لو حابه ان هي تكون صحيه اكتر، وتدهنيها كده معلقتين صلصه وعليهم معلقتين زيت وملح وفلفل اسود وشويه كزبره ناشفه، وترصيها كده في صينيه تكوني مغلفاها بالفويل عشان ما تتحرقش معاكي، او في بايركس اي حاجه، وتدخليها وتدهنيها كويس جدا جدا من فوق ومن تحت، وتدخليها الفرن. بتبقى كمان زي الفل وجميله، وبتبقى طعمها كده زي المشوي، وحاجه بجد في حته تانية. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم ويكون عجبكم، وما تنسيش بقى تحطي لي لايك للفيديو عشان تدعميني بيه والفيديو يوصل لكل الناس. على فكرة كمان، لما تغطي اللحوم بتاعتك والارانب الفراخ اللحمة اي حاجة، لما تغطيها وهي بتتحمر بتديها طراوة وبتبقى جميلة جدا. شايفين شكلها في التقديم حلوة ازاي؟ بجد بقى حاجة بنت ناس يعني. اعملوها، وتغيير لولادكم برضو لازم يتعودوا ان هم ياكلوا كل حاجة. والارانب بجد والله حلوة يعني، حتى لو مرة كده كل شهرين ولا حاجة، المهم انك انت تعمليها لهم. يلا اسيبكم كده على خير، ومستنية التطبيقات بتاعتكم على صفحة الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.